ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل انجح طريقه للبسكوت انت ممكن تعمليها. اقتصاديه جدا جدا، بسيطه قوي، سهله جدا. النقشه اللي انا عاملاها دي انا عاملاها بحاجه ما تخطرش على بالك. حلوة قوي، بدون كيس حلواني وبدون التعب والحاجات دي. سهل جدا جدا هتعمليه. ما انتيش هتعملي الا هو هيعجب ولادك قوي قوي قوي. زي ما انت شايفة كده، ناعم مش مستحمل، بجد ناعم جدا جدا ومقرمش قوي. شايفين؟ بجد حلوة قوي قوي. تابعوني نشوف المقادير. اول حاجة الكبة، عشان المقادير قليلة. هنحط في الكبة بيضاية واحدة، كيس الفانيليا بالبرتقال، مش عندك الكيس ده ممكن تستبدليه ببشر برتقال عادي جدا. نص كوباية زيت، بس كده زي ما انت شايفة. يبقى بيضاية، كيس فانيليا بالبرتقال دريم، نص كوباية زيت، نص كوباية سكر. هنضربهم كويس جدا جدا في الكبة. طالما المقادير بسيطة يبقى الكبة بلاش الخلاط. ضربناهم كويس قوي. هنحطهم بقى في البولة بتاعتنا كده. تمام. ده كيك شيف. هنحط معلقة صغيرة ممسوحة كده زي ما انت شايفة بالظبط. معلقة صغيرة ممسوحة. هنقلبهم كده ايه كويس في الخليط. الطريقة دي مفيش بجد اسهل منها ولا احلى منها. ده نص كوباية نشا. الطريقة دي انا معتمدة عليها بصراحة على طول في البسكوت. حلوة قوي قوي، بتعجب اي حد بيدوق البسكوت ما بيتخيلش ان هو اصلا معمول من الزيت. لا يعني الناس كلها بتفكر ان هو اكيد زبدة، انما هي في الاخر مقادير بسيطة او ما فيش فيها اي صعوبة نهائي. هنخلط النص كوباية النشا خالص لحد كده ما تختفي دي. وبعدين ده كوباية دقيق، هي اخدت مني بالظبط كوباية ونص دقيق. بس طبعا مش هنحط الدقيق كله مرة واحدة، لأ. هنحط كوباية الدقيق الاول كده وبعدين نخلط بالمعلقة. ما تحطيش الدقيق كله مرة واحدة. البسكوت بالذات الدقيق يعني شوية شوية. تمام. هنضيف شوية كده. نسيب بقى ايه المعلقة ونبتدي بايدينا. في الاخر العجينة هتبقى انا عايزاها طرية جدا جدا وناعمة قوي. تمام. نخلط ايه بالراحة كده. خلي بالك طويل شوية، عشان ايه؟ عجينة البسكوت بتبقى عايزة البال الطويل شوية، عشان ايه؟ ما تبص منك في الاخر. خلاص انا كده ما عدتش بقى هضيف دقيق، هي اخدت بالظبط مني كوباية ونص دقيق. هبتدي بقى اخلط كده المكونات ايه تدخل كده بس في بعضها. الطريقة دي اعتمديها عندك على طول، ما عدتش تعملي الا هي. في البسكوت بجد جميلة قوي وسهلة، ومكونات ان شاء الله كلها عندك في البيت. نخلط خلاص كده بقت تمام قوي، بقت كويسة جدا زي ما انت شايفة اهو. اخدت مني بالظبط كوباية ونص دقيق. ما تحطهمش كلهم مرة واحدة، لا، اعملي زي كده شوية بشوية. خلاص بقت حلوة جدا، شايفة بقى؟ جميلة قوي وناعمة جدا جدا جدا. نجيب بقى دي الشكل ده. نحط بقى ايه زيت فيه كده من جوه، وده لازم. الشكل ده بيتباع في مستلزمات الحلواني، موجود يعني. شوفي بقى يعني في دقايق هتكوني مخلصة بسرعة جدا جدا، ما بياخدش اي وقت خالص. شايفة اهو. والكمية دي ما شاء الله يعني من كوباية ونص دقيق. انا عملت كتير جدا ما شاء الله، اخد مني يعني بجد ما شاء الله كتير. انا ما عرفتش اصلا اعدهم من كترهم. دي اول صاجة انا عملتها اهي زي ما انت شايفة. شايفين شكله جميل ازاي؟ بجد ما شاء الله خطير يعني. شايفين النقشة حلوة ازاي؟ هندخلها بقى الفرن. الفرن يكون سخن على درجة حرارة 200 في الرف الأوسط. هيطلع بالمنظر الخطير ده. شايفة؟ بجد بجد تحفة. دي كانت الكمية كلها ما شاء الله، كمية كبيرة. حلوة جدا، التسوية مظبوطة. شايفة؟
بجد خطير. بس اهم حاجة يكون الفرن سخن ودرجة حرارته 200 وفي الرف الاوسط. بجد مش مستحمل، يعني انا وانا بطلعه من الصاجة ما كانش مستحمل، كان عايز يتفتفت كده في ايدي من نعومته. بجد ناعم جدا 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 ومقرمش بدرجة بجد خطيرة. بيعجب الاولاد جدا جدا، تحط لهم في اللانش بوكس كده وهم رايحين المدرسة، او كده مع الشاي او النسكافيه. بجد حلو قوي. هتجربي الطريقة دي هتتبعيها، ما عنتيش هتعملي الا هي. وهي دي اصلا طريقتي المعتمدة في عمل البسكوت. ومحدش هيتخيل ان انتي عاملة ده من الشكل البسيط اللي انا وريتهولك من شوية. لا، هيفكروا بكيس بقى حلواني وكده. لا، ولا كيس حلواني ولا تعب ولا اي حاجة. في دقايق على طول ان شاء الله هتكوني عاملاه ومخلصاه. شايفين ما شاء الله الجمال. جربيه وان شاء الله هيعجبكم. ولو عجبك الفيديو ياريت لايك واشتراك في القناة عشان القناة تكبر بيكم. ومع ألف سلامة وأشوفكم على خير.